يا صباح العسل، يا صباح الهنا، يا صباح كل حاجة حلوة، يا صباح اللي بتغني. تعالوا بقى اوريكم يومي النهاردة جديد. طبعا انا النهاردة لقيت طبعا ماما كانت مكلماني بقالها كذا يوم وكده عشان خاطر اعمل لها مكرونه بشاميل، يعني اللي هي بتحبها جدا من ايدي، لان بصراحه بيبقى طعمها حلو، وهي كمان بتحب الطريقه اللي انا قبل كده دوقت لها، اللي هي المكرونه بالبشاميل، مثلا الخلطه بتاعت اللي هي عصاج، قصدي العصاج اللي هي اللحمه المفرومه بعد ما تعصجيها. عايزه انا ما بحبهاش يعني المكرونه تكون بيضه، وما احبش كمان معلش يا اخواتي والله على الدوشه، عيالي بيلعبوا كده. طبعا احنا بعد الفطار قلت انزل لكم بقى الايه يعني الفيديو كده. طبعا انا مش عارفه هما بيضحكوا عليا. فالمهم انت عبيط، تضحكوا عليا حاجه كده وخلاص. بصي يا اخواتي، يا نهار ابيض عليا، ده مجنناني والله طول اليوم على كده والله. بس يا ابني كده، لا يا ابني، يا حبيبي يا ابني، يا ابني ارحم امي يا ابني شويه. المهم يا اخواتي هما ما بيسكتوش اصلا. طبعا يا اخواتي انا اديني بعصج معاكم اللحمه، والله العظيم انا نسيت، انا كنت هقول لكم اصلا، بس مش مهم، انا ببقى طالعه اصلا مش مرتبه كلام، بس يعني الحمد لله يعني. المهم فلقيت طبعا ماما لما كلمتني، فقلت لها خلاص حاضر هعمل المكرونه وكده، ولو حصل نصيب ان شاء الله باذن الله هعمل لك يا ابن اسكت، هعمل لك اللي اسمه دوت اللي اسمها يا اخواتي يقولوا عليها المكرونه، صح المكرونه. فالمهم النهارده، فماما رحت قلت لها خلاص انا اليوم اللي هعمل فيه مكرونه اوعدك اعمل لك معايا صينيه وكده. قالت لي تمام ماشي. المهم يا اخواتي طبعا انا هي بتحبها من ايدي، علشان خاطر انا ما بحبش الاوضه، قصدي المكرونه يا ربي، المكرونه تكون بيضه، يعني لازما تكون يعني فيها صلصه، او بعد ما انا يعني بخلصها خالص وتتسلق لازما اللي انا. طب بس طيب، بس يا لولو بقى، يا لولو بس، يا دودة دودة تعالوا لهم كل سنه وانتوا طيبين، يلا يلا قول لهم كل سنه وانتوا طيبين، ما تنسوش تعملوا لايك. لا قولي كده، انت كده قلتي حاجه اعتبروها قالت، اعتبروها قالت. قولي استنى بقى يا لولو بقى، لولو استنى عشان هتقول كل سنه وانتوا طيبين، يلا قولي. بس انت كل وانتوا طيبين، قولي كل سنه وانتوا طيبين. هي عندها زغطه مش عارفه تتكلم. تعالى انت يا لولو، تعالى قول كل سنه وانتوا طيبين، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه. كل سنة وانتوا طيبين، ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك. ماشي يا اخواتي، معلش بقى يا اخواتي والله انا عايزه اهديهم شويه. فمهم طبعا النهارده بقى قلت طبعا لابو معاذ وكده، قلت له على فكره انا هعمل صينيه مكرونه لماما وكده. قال لي تمام عادي اعملي لها، هو بيحب ماما جدا بصراحه يعني. فالمهم يا اخواتي طبعا انا جبت اللحمه ديت من الجزار، طبعا اللي انا منزله الفيديو بتاعه. الجزار ده يا اخواتي حاجته تجنن تجنن تجنن، وحاجته حلوه جدا جدا، لان بجد والله العظيم مش شكرانيه لا، بس بجد هو اصلا يعني الذبايح عنده او العجول مثلا، يعني مؤاخذه في الكلمه، ورا بعض ما عندهوش حاجة. وبعد كده يعني في مكان تاني بيذبحوا فيه، وفي مكان تاني اللي هم بقى بتاع الجزارة يعني. فزي ما انتوا شايفين كده في الفيديو، هو بسم الله ما شاء الله هو كذا محل جنب بعضه، بس بجد والله العظيم يا اخواتي ناس عنده زحمة كتير جدا جدا. بس طبعا انا ما بجيبش غير من عنده اللحمة بتاعتي، لو مثلا حصل نصيب وعايزه مثلا، ومش لازم انا اجيب حاجات يعني كتير، ممكن اروح مثلا اجيب نص كيلو
ممكن مثلا اروح اجيب كيلو على قد فلوسي اجيب، بس المهم ان انا ما اجيبش من لحمه مجمده، لان اللحمه المجمده دي اصلا ممكن تكون بتاعت مثلا ايه، يعني حمار، بتاعت حيوانات مثلا، يعني ما تنفعش ليها الاكل، يعني ممكن تكون بتاعت كلاب، محدش عارف اي حاجه. ففي ناس بتقولك لا دي لحمه حلوه ومش لحمه حلوه، لا هي مش لحمه حلوه خالص، لاني كنت زمان قوي كانت عندي جارة والدتي، يعني زمان قبل ما اتجوز وكده، كانت هما كانوا بيجيبوا اللحمه اللي هي بتاعت المجمده دي. والله العظيم يا اخواتي انتوا تعرفوا ان جالها تعب، عيالها جاله تعب اصلا، لان عيالهم كانوا، يعني كانوا اصلا بيقولك بنسترخص، يعني ان احنا نروح ناكل لحمه زي دي عادي، ولحمه حلوه وطعمها جميل، ومفيش حد هيبيعها كده، هيبيع حاجه ليه يا بابا؟ بس يا ابني، بس يا حبيبي يا ابني بس. طب ممكن تسكت بقى؟ شيلها من عليها كده يا لولو. المهم يا اخواتي، فبصراحة ثابت عليا جدا طبعا، هو في ناس كتير مش لاقية. انا بصوا، انا معايا اجيب، معيش ما اجيبش، والله عندي لو اقعد شهر من غير لحمة تخش البيت ولا فراخ عادي مش مهم، بس اهم حاجة ما اجيبش الحاجة لعيالي تضرهم، ولا تضر صحتي، ولا تضرني، ولا يجرالي حاجة لا قدر الله. ليه انا يحصل لي كده؟ فلا انا معايا اجيب، حتى لو معايا اجيب نص كيلو ماشي، معيش خلاص، يعني هو ده اللي انا بعمله بصراحة، يعني لان انا لو رحت جبت مثلا 2 كيلو 3 كيلو من اللحمة بتاعت المجمدة، هستفاد بايه؟ اوعى لحسن تيجي على ايديها، وهستفاد بايه؟ وانا اصلا كده كده ممكن بعد الشر اصرف اكتر منها في المستشفيات وعليا وعلى عيالي. طب ليه كل ده؟ ليه انا اجيب مرض وادخله بيتي اصلا؟ لاني اصلا اللحمه المجمده دي بتبقى اول حاجه انت متعرفيش اصلا مصدرها ايه، ما تعرفيش هل يا ترى بقى دي لحمه بقري، ولا لحمه جاموسي، ولا لحمه حمير، ولا كلاب، ولا اي حاجه بقى، ما انت مش عارفه انت اصلا بتاكلي ايه. نفس النظام برضو السجق، برضو فعشان كده انا بصراحه لا بقول لا، مش هاكل حاجه زي كده، لان يعني الست ديت بجد تعبت جدا، وعيالها تعبوا جدا بسبب الموضوع ده. وبرضو ما اكدبش عليكم، احنا كنا زمان بناكل منها، يعني زمان جدا كنا بنجيب منها وبناكل منها، برضو ناس كتير تعبت منها، واحنا برضو عندنا ناس كتير تعبت منها من اخواتي، وانا تعبت منها قبل كده. فلا يا اخواتي والله العظيم يا بنات، انا معيش ما جيبش، حرام اللي انا اقول عشان خاطر ابني عاوز ياكل حته لحمه، ولا بنتي اجيب لهم تعب ومرض، والله اعلم دي لحمه معمول فيها ايه اصلا. فبلاش، لا لازم تشوفي حتى الجزار، لازم تتاكدي كويس، يعني مش بقولك بقى لا بقولك ده حتى لو جزار لازم تتاكدي كويس اللي هو دي ذبيحه اللي قدامك، ذبيحه يعني جاموسة، يعني مؤاخذة، يعني بهيمة أو حاجة احنا بناكلها، مش حاجة محرمة علينا زي الحصينة والحمير والحاجات اللي بتطلع على السوشيال ميديا اللي احنا بنشوفها دي. أكيد انتوا طبعا شفتوا الكلام ده كتير. طب ليه أنا أعرض؟ بس يا ابني لولو اسكت بقى، طب اسكت طيب. فمهم يا اخواتي، فليه انا اعرض عيالي واعرض صحتي واعرض نفسي لحاجه زي كده، وانا اصلا مش عارفه دي مصدرها ايه؟ فاهمين؟ طبعا احنا كلنا، وطبعا حضراتكم اكيد دخلتوا على النت ودخلين على السوشيال ميديا وعارفين كويس ايه النصايب اللي بتحصل، اللي تلاقي مثلا بتاع لحمه مجمده. نزل اختك، طب نزلها كده. لا يا لولو نزل اختك. طيب ممكن تهدى بقى شويه؟ شيل بقى المخدات دي، يلا شيل المخدات دي. طب شيلها، طيب حطها فوق، حرام عليكم والله، ده انا دفنت بالمخدات. يلا شيل دي بقى حطها فوق. المهم يا اخواتي، طبعا انا هنا بعمل التوم هنا، وبعمل البصل وكده. طبعا انا بحب بصل وتوم. طبعا انا ممكن، يعني انا كان عندي شويه بصل انا كنت واخداهم، كنت هعمل بيهم فته النوبه اللي فاتت. بس يا لولو بقى، لولو روح العب هناك،
روح العب هناك انت والدودة. الأحك تعالي يا اختي، الأحك تقولي الأحيني. الأحيني. لا تعالي يا اختي الحقتك، اقعدي بقى يا لهوي. طب ممكن تقعد؟ سيبها دي، سيبها ماما اديها الشماعة. الشماعة يا ابني اسكت بقى. عشان اخليها تنزل. انا مش هوريك انا لولو اللي هدوم النونة، مش هوريك هدوم النونة، انا زعلانة منك. لا انا اللي لبست. مش انت كنت عاوز مني عجلة اللي هي العربية بتاعت العربية الصغننة دي اللي العيال اللي قدك بيركبوها، صح؟ انا مش هجيبها لك بقى، خصمك. انت تجيبيش. لا انا مش هجيبها لحد، انا مش هجيب لحد عشان انتوا ما تسمعوش الكلام. طب اسمعوا الكلام واقعدوا. لا انت مش عايزة تشتريها بالباتمان، ولو انت نزلت بس تشتريها. بتقول ايه؟ مش عايزة ايه؟ مش عايزة. غالية يا حبيبي، دي غالية عليا يا بابا، عربية باكمان دي غالية. انا ممكن اشتري لك عربية صغيرة ماشي، لك اشتري لك عربية كبيرة منين اجيبها لك دي؟ لما اورث بقى، قولي يا رب ان شاء الله لما اورث. بصي لما اموت وتورثوني اروح اجيب لك عربية. عربية باكمان يا اخواتي، اصل نفسه عربية اللي هو ايه، اللي هي بتتركب بتاعت الاطفال ديت، اللي هي بتاعت الأطفال الصغيرة، اللي مثلا لما يكون مثلا حد عنده طفل كده صغير بيجيب له عربية صغيرة بيركب فيها وبتاع. أنا بصراحة ما معيش، وهو أصلا عمال بيزن وأقول له حاضر، فأعمل إيه؟ لا ده هو يا خرابي بيشبط في حاجات أصلا يعني. الحمد لله، ربنا يسهل لي إن شاء الله. الحمد لله. قلنا إيه؟ المفروض اللي هي تسيول إيه؟ لا ما ترش في ايدك بقى كده غلط يا ابني. بس انا مخصمك يا لولو، مخصمك خلاص. المهم يا اخواتي خصمك يا دود. فلا انا مش مخصمه ضد، مخصمك انت. المهم يا اخواتي لقيت، تعالى هنا جنبنا، تعالى هنا جنبي. خصمك يا دود. طب تعالى اقعد هنا، اقعد هنا ولو سمحت يعني ربنا يهديك كده واهدى، اهدى حبيبي. المهم يا اخواتي اللهم صل على النبي، والله يا اخواتي نصوني الكلام اصلا. بس يا ابني، بس يا بنتي، بس يا حبيبتي، اوعي يا بنتي بقى، يا بنتي ارحمي امي شويه. يا بنتي اسكتي بقى، يوه ضده كده هزعل. اسكتي، تعالي كلميهم، تعالي قولي لهم اي حاجه، تعالي قولي لهم ازيكم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ عاملين ايه؟ ولا انتوا كويسين؟ انت جاهزة؟ شاطره. قولي لهم بقى عايزين لايك واشتراك في القناه، عايزين لايك واشتراك في القناه في القناة يا احلى خالتاته، يا احلى خالتاته. شاطره. يا حبيبتي. فالمهم ايه، والله يا اخواتي بجد يعني هي عسولة جدا، ربنا يهديها بس كده عليا. المهم إيه؟ تعالي، فانت عايزه النونة يكون اسمها ايه؟ عاوزة أدومها. عايزه هدومه؟ مش هتيجي فيكي اصلا يا بنتي يا شقيه انت. عايزه نونة يكون اسمها ايه؟ كنبة. كنبه؟ كنبه ايه يا عبيطه انت؟ عايزاها تكون ايه؟ يا حسين. حسين؟ تعبيط؟ فالمهم يا اخواتي، طب انت عايزاها بنت ولا ولد؟ ولد. وانت عايزاه ولد ولا بنت يا لولو؟ لا. وانت عايزه بنت؟ كل واحد يجي حق امنيته. خلاص ان شاء الله حاضر، ان شاء الله حاضر. طيب يعني انا اجيب بنت لدودة واجيب لك ولد ليك، صح؟ عشان انت ولد. شفتوا اخواتي؟ ماشي ان شاء الله. قولي يا رب ان شاء الله. بص انا هجيب ايه؟ يا رب انت الله. الضحكه دي ضحكه مايسه قوي، البنت دي مايسه يا اخواتي. محدش ياخد بنتي ويديني بدل مروحه، والله هتنفعني في الشتاء في الصيف اللي جاي. فالمهم ايه، فجاء كنت عايزه اقول لكم ايه. طبعا انا خلاص بعمل انا هنا بقى ايه،
انا هنا بعمل البشاميل يا اخواتي. طبعا البشاميل اللي انا بعمله ما بقاش مكلكع ولا في اي حاجه خالص. تابعوني، بصوا تابعوا لحظه بلحظه كده وشوفوا انا بعمل ايه في البشاميل عشان تعرفوا انا بعمل ايه. والله يا اخواتي بجد طريقه البشاميل ديت اللي انا بعملها دي طريقه حلوه جدا. طبعا ده الدقيق، طبعا انا لسه كنت جايباه وكده ساعتها يعني، فما فضيتوش ولا حاجه، لان انا بصراحه يا اخواتي بحطه كيس جوه كيس وخلاص على كده، لان ما لو عندي بطرمان هحطه فيه، ما عنديش خلاص. طبعا انا هنا بخلي الدقيق يا دوبك يتحمص، يعني يا دوبك يتحمر كده، يعني يدي لون الذهبي ده، يدي لون الذهبي ده بس كده، علشان بس بقى يا دودة بقى، يلا انزلي العبي مع لولو، علشان خاطر يبقى يعني ميبقاش طعمه زي نعم. عايزين نسميها يا رب. لا يا حبيبي ما ينفعش الكلام ده، وبطل بقى شويه. فالمهم طبعا لقيت الطعم بيبقى طعمه احلى لما انت بتشوحيه كده وتديله لون الذهبي ده، اللي انت بتسوي الدقيق، يعني انت كده بتسوي الدقيق يا دوبك ايه بيبقى طعمه مستوي شويه. لكن اللي انت مثلا تعمليه على طول كده ويبقى هو لسه ما خدش يعني اللون الذهبي بتاعته او ما استواش، بيبقى طعمه ني، او بيبقى طعمه كمان مبقاش حلو في البشاميل نفسه، مبقاش طعمه حلو. طبعا يا اخواتي انا جبت هنا اكياس البشاميل ديت اللي هي بالجبنه، تمام، انا جبتها بالجبنه علشان خاطر يبقى يعني طبعا ان انا حطيت اهوت هنا ده بطرمان الصلصه ده انا ملياه لبن، تمام، عملته مرتين بس. بطرمان الصلصه ده مليته مرتين لبن، تمام، هتشوفوا معايا. بص هو هنا مسك ازاي، لكن هتشوفوا في الاخر هيعمل معايا ايه. طبعا انا مش هسكت على كده، انا طبعا يعني ايه معاكم لحظه بلحظه في البشاميل علشان خاطر ايه المهم يا اخواتي انا هنا شايفين بقى، طبعا انا حطيت هنا بطرمانين من دول. انت مش عندك لبن خلاص مش مهم، انت ممكن تعمليه بالايه بالميه عادي، مش هيحصل حاجه وهيبقى طعمه حلو برضو. بس لو انت مثلا ممكن تجيبي اللي هي الاكياس بتاعه الجبنه اللي هي البشاميل الجبنه ديت، لان طبعا البشاميل الجبنه دي اللي بيبقى بتغير طعمه وبتخلي الطعم يا اخواتي جميل تحفه. بصراحه انا من ساعه ما انا جربتها وانا ما بطلتش اعمل بيها بصراحه. هي بصي اهي شايفين عامله ازاي. طبعا يا رب تكون واضحه عندكم او واضحه يعني على الشاشه، لان طبعا انا كنت هنا نسيت اللي انا ايد النور بتاع المطبخ وكده، وكنت معتمده على الشمس مش اكتر. طبعا يا اخواتي هنا بقى شايفين انا هنا حطيت كيسين، ما حطيتش كيس واحد، لا انا حطيت كيسين لان انا بحب طعم الجبنه، تمام. حطيت كمان معلقه ملح، حطيت كمان واحدة ماجي اللي هي مكعب ماجي، يعني هو ده المكعب ده، حطيت واحد بس ما حطيتش حاجة تاني. طبعا يا اخواتي في الحتة دي بقى وانا ايدي شغالة بقى، بصوا بعد ما خلصت كده ايدي بقى هتبقى شغالة وعمالة اللي انا بعملها بالهاند برندر. وعايزه اقول لكم على حاجه، انا بصراحه ما عنديش خلاط، انا ما عنديش غير هاند برندر بس، فعشان كده بعمل حاجتي كلها بيه، لاني كان عندي خلاط زمان قديم وكده، يعني خلاط خلاص زهق مني يعني. فطبعا بصوا بقى انا بعمل ايه، هوريكم دلوقتي السمك بتاعه. وعايزه اقول لكم مفيش اي كلاكيع ولا اتحرق مني ولا شاط مني الحمد لله. فعشان كده بقول لكم لو مشيتوا زي ما انا بعمل كده والخطوات اللي انا بعملها وشايفين عامل ازاي مفيش اي حاجه. طبعا انا هنا كنت قايده عليه النار وانا بعمل بالهاند برندر. طبعا انا هنا خلاص خلصت، تمام. هنا بقى بعمل معاكم الصواني اهيت. طبعا انا خدت معلقه سمنه من اللي انا عاملاها في البيت عندي، البطرمان اللي انتوا شايفينه ده انا باخد منه. وعايزه اقول لكم يا اخواتي لو عايزين طريقه السمنه من القشطه البلدي من اللبن بتاعنا العادي دوت اللي هو بتاع اللبان، قولولي بجد يا اخواتي طعمه عسل عسل، وريحه السمنه تجنن. انا باخد يا دوبك حته بس ولا معلقه، بجد بجد بيبقى طعمها خطير خطير معنى الكلمه والله.
طبعا انا هنا دينا شايفين اهوت انا بعمل ايه، والمنظر كمان طعمه يعني المنظر بجد خدوا بالكم. انا لما كنتش يعني انا كده كده بصراحه، يعني عشان ما اكدبش عليكم انا كده كده صايمه، لان طبعا انا فتره قصدي، عشان انا كده كده حامل وكده. وخلاص يا اخواتي قربت اولد وكده، فانا فتره. فبصراحه كل حاجه انا بعملها ويعني لازم اللي انا ادوقها. بصوا بقى انا عامله قد ايه مكرونه. انا الحله دي كبيره، دي الحله الكبيره اللي عندي. بصوا انا ملياها، يعني مليانه مكرونه. تمام. طبعا انا عملت الصينيتين. تمام. اللي هو بتاع البنت اللي عامل زي ده. وايه تاني؟ طبعا بصوا انا عملت هنا مكرونه. طبعا دي اول صينيه الكبيره دي بتاعت ماما. تمام. دي اول الصينيه دي بتاعت ماما. طبعا يا اخواتي شفتوا بقى هنا الصلصه. المكرونه هنا فيها صلصه. في ناس بتحبها بيضه، انا ما بحبهاش بيضه، حتى ماما نفس النظام ما بتحبهاش بيضه. لاني في ناس كده انا ما بحبهاش. انا اول كنت بعملها بيضه، بس لما جربت الحركه دي. طيب مش خليها يا بابا. لما عملت الحركه دي عندي، بس يا لولو في ايه؟ طيب ماشي، بس يا دودة قومي من هنا. لما جربت الطريقه دي عند ماما بجد عجبتني قوي. قلت لها لا انا بحب فعلا الطريقه دي دخلت مزاجي. فعشان كده ابتديت اللي انا كل مره اجي اعمل مكرونه لازم اعملها كده. طبعا وبتبقى كمان طعمها حلو، يعني حتى لو انت مثلا اسمع اللهم صل على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بس بقى سويت بقى. طب تعالى هنا بعيد عنها. اللهم صل على النبي، نسيت والله يا اخواتي. طبعا بقول لكم لو يعني الحشوه من جوه قليله، فدي الطعم نفسه في المكرونه جميله. يعني حتى لو انت جاتلك مكرونه في بقك من غير لحمه بتلاقي الطعم بتاعها عسل وطعمه جميل قوي. جربوا يا اخواتي الفكره دي، وجربوا زي ما انا بعمل كده، بجد هتعجبكم قوي. طبعا انا عملت سمنه، بعد كده خدت طبق بشاميل بس يا لولو. وبعد كده بصوا انا هنا طبعا ايدي مغسوله يا اخواتي. تمام. دي بقى الصغننه دي بتاعتنا احنا دي. فعشان كده قلت اللي انا طالما دي الصغيره بتاعتي، وكده كده ما كانش فيه كمان مكرونه فايضه كتير، يعني يا دوبك عملت دي وخلاص على كده. انا كنت عايزه اعمل التالتة اللي هناك اللي على الغساله دي، بس خلاص قلت مش مهم. طبعا يا اخواتي بعد ما عملت الحركه دي بجد حلوه جدا وعجبتني. ما تنسيش بقى كده يا اختي يا حلوه يا طعمه يا عسل. ما تنسيش بقى الاشتراك في القناه، وما تنسيش بقى كده زر الجرس عشان يوصلك كل جديد مني. ما تنسيش بقى لايك حلو كده منك زي العسل، طالما بقى ضده ومعاذ قالولك. فما تنسيش بقى، وبجد والله بتفرحوني بجد ان انتوا بتشتركوا عندي في القناه، وبتفرحوني كمان اللي قناتي بتكبر بيكم بجد والله. شرفتوني جدا 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 في قناتي. طبعا انا هنا بصوا كان عندي شويه موزاريلا صغيرين بصراحه، قلت احطهم احسن لماما. كده كده انا عادي مش مهم، مش فارقه معايا. وكان خلاص الاذان خلاص، يعني كان الاذان تقريبا كان مفيش 5 دقايق، وكان ساعتها خلاص مدفع الفطار هيضرب وكده. فقلت اخلص بقى انا. طبعا انا حطيت هنا وخلصت خلاص. طبعا قلت اعمل كمان والصواني في الفرن. قلت اعمل قمر الدين طبعا معاكم. وعايزه اقول لكم قمر الدين يا اخواتي عسل، طعمه كان جميل جدا بصراحه. كان عندي بقاله فتره وما عملتهوش يعني غير مره واحده بس كان بره يعني ما عملتوش في فيديو يعني. طبعا انا هنا خلاص ضربته، وهنا خلاص خلصت كده وغرفت. قولوا لي بقى ايه رايكم لو هتجربوا الصينيه كده زي حالاتي. تمام. انا